مش كل حاجة في الحياة تستاهل اهتمامك ووقتك وجهدك، ولا كل معركة هتعدي عليك في حياتك تستاهل تاخدها. ودي مش دعوة أبدا للتجاهل والكسل، ولكن دعوة للهدوء، وإنك تختار بعناية إيه اللي يستاهل تديله من وقتك وطاقتك. وده اللي هنتعلمه مع بعض النهاردة في أول جزء من أول كتاب معانا، والحقيقة إنه من الكتب الجميلة جدا، من الكتب الواقعية اللي مادام مرت عليك سواء قريتها أو سمعتها لازم تسيب فيك أثر. كتابنا النهاردة هو فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. وابتدى مارك الفصل الأول من الكتاب بقصة شخص اسمه تشارلز موكوفسكي. تشارلز ده كان شخص فاسد بكل ما تحمله كلمة الفساد من معنى، من إدمان للخمور لديون قد كده متهرب منها وحاجات تانية كتير. تشارلز كان فاسد على المستوى الشخصي، ولكن كان عنده حلم إن يبقى كاتب وبيسعى لده طول الوقت. تشارلز كان شغال في مكتب بريد بمقابل مادي بسيط جدا ما بيكفيش حتى احتياجاته. كان بيخلص شغله وبيرجع يسهر طول الليل يشتغل على حلمه. كان طول الوقت كتاباته بتتقابل برفض تام، كل اللي كان بيشوفها كان بيقول إنها سيئة جدا، ورغم كده ما كانش بيتوقف أبدا عن السعي وإنه يوصل لحلمه. وفضل على الحال ده سنين من عمره، وفي يوم من الأيام أعجب بكتاباته محرر من دار نشر صغيرة وعرض عليه إنه يشتغل معاهم، ولكن بمقابل مادي بسيط جدا. فكتب تشارلز رسالة ردا على العرض اللي جاله من المحرر، وقال فيها: لي أن أختار واحدا من اثنين، البقاء في مكتب البريد حتى أجن تماما، أو البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتدور جوعا. لقد قررت أن أتدور جوعا، بمعنى هي كده كده خربانة وأنا شغال شغلانة بسيطة ما بتكفيش احتياجاتي ومديون طول الوقت، فخليني أغتنم الفرصة اللي جاتلي اللي ممكن أصلا تبقى أول وآخر فرصة تجيلي. وقبل العرض وأنجز أول رواية ليه في 3 أسابيع، والرواية قابلت نجاح غير متوقع، وخلال فترة بسيطة جدا أصبح تشارلز روائي وشاعر ناجح جدا. طيب بقى تفتكروا بعد ما بقى شخص ناجح كده حاول يصلح من نفسه على المستوى الشخصي وبقى شخص كويس؟ المفاجأة إنه لأ، فضل فاسد على المستوى الشخصي، وهو كان عارف كده وما بينكرش ده. هو في الغالب النجاح والتطور الذاتي دايما بتلاقيهم بيجوا مع بعض، ولكن مش بالضرورة إن هما حاجة واحدة. وسر نجاح تشارلز إنه كان معترف بفشله، ورغم فشله ده هو كان بيسعى وبيحاول طول الوقت إنه يوصل لحلمه رغم ظروفه الصعبة ورغم الرفض اللي كان بيقابله، إلا إنه أبدا ما استسلمش وكان مؤمن بنفسه. وده اللي خلاه في الآخر يوصل لحلمه ويبقى شخص مهم ويبقى روائي وشاعر ناجح جدا. والحقيقة إن إحنا دلوقتي متصدر لنا صورة عن الشخص الناجح، إنه هو بيظهر لنا دايما بإنه سعيد، رياضي وصحته حلوة، اجتماعي وحواليه ناس كتير وأصحاب، غني طبعا وبيقدر يسافر في كل مكان. الصورة اللي متصدرة لنا عن النجاح دي غير واقعية تماما، والحقيقة إن كل الحاجات دي طول الوقت بتوصل لك رسائل إنك تركز على الحاجات اللي ناقصاك، وإن يبقى عندك مبالاة بكل الحاجات اللي موجودة قدامك دي. وعشان كده إحنا محتاجين نتعلم يبقى عندنا لا مبالاة، بس مش لا مبالاة بالمعنى الحرفي بتاعها، إحنا هنتعلم مع بعض اللامبالاة الصح. وأول نقطة هنبتدي بيها وهي الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها، بمعنى تبقى قلقان بخصوص موضوع معين أو حاجة معينة في حياتك، فتلاقي قلقك ده مؤثر عليك فتقلق إنك أصلا قلقان، فكده أصبح القلق عندك مضاعف. أو تبقى إنسان بيحس بالذنب اتجاه أخطائه أو تقصيره في أي حاجة، مع الوقت يبدأ إحساسك بالذنب ده يخليك تحس بالذنب اتجاه نفسك إنك بتحس بالذنب، فإحساسك بالذنب بقى مضاعف. أو تبقى بتمر بفترة صعبة في حياتك وعندك إحساس بالحزن، فتحزن على نفسك إنك حاسس بالحزن، فحزنك يبقى مضاعف. هي دي بقى الحلقة الجحيمية اللي بتكرر نفسها. عارفين إيه سببها؟ سببها المجتمع اللي بنعيش فيه دلوقتي، اللي هتلاقيه طول الوقت بيصدر لك صورة عن حياة ناس
حياتها أفضل من حياتك. وده من خلال السوشيال ميديا اللي كل ما تدخل عليها هتلاقي ناس عايشة حياة رائعة، هتلاقي اللي مسافر، هتلاقي اللي بيحتفل بنجاحه، هتلاقي اللي بيتكرم عشان إنجاز عمله. وده طبعا هيخليك طول الوقت محطوط تحت ضغط نفسي رهيب جدا. زمان أيام أجدادنا قبل انتشار السوشيال ميديا بالطريقة دي كان اللي فيهم بيحزن أو بيمر بحالة سيئة كان بيبص حواليه وبيشوف أحوال الناس، فكان بيفوق وبيدرك حقيقة الحياة ويرجع تاني يشوف حياته. إنما احنا دلوقتي مجرد ما نزهق شوية بنعمل ايه؟ بنمسك التليفون، فتلاقي قدامك مئات الصور لناس سعيدة عايشين حياة واو. هيكون إحساسك ايه في الوقت ده غير إنك هتحس إن فيك حاجة غلط، فهتحزن على نفسك لو بتمر بفترة صعبة وعندك شعور بالحزن، وهتغضب لو عندك شعور بالغضب، وهتحس بالذنب لو انت عندك إحساس بالذنب اتجاه أي حاجة في حياتك. وهي دي بقى الحلقة الجحيمية اللي اتكلمنا عنها. تعالوا نتعلم ازاي نتغلب عليها. أول حاجة لازم تبقى عارف إن كل الأحاسيس دي، الحزن، الغضب، الإحساس بالذنب، كل الأحاسيس دي طبيعية وجزء من كونك إنسان بيحس. فتقبل أوقات حزنك وغضبك وإحساسك بالذنب، تقبل فكرة إن أوقات هتمر عليك وهيبقى عندك الشعور السيء ده. تاني حاجة لازم تبقى عارف إن العالم مش بالجمال اللي متصدر لك ده، وإن طبيعي إننا بنمر بأوقات صعبة، وطبيعي يكون عندنا نقص في جوانب من حياتنا، وإن الحياة فيها فشل وخسارة زي ما فيها نجاح وسعادة. لو أدركت الحاجات دي هتبطل تحزن على نفسك لو بقى عندك شعور سيء من المشاعر اللي اتكلمنا عليها دي. وأهم حاجة بقى معانا النهاردة إنك تتعلم فن اللامبالاة الذكي، لأن كلنا في حياتنا بنهتم وبنبالغ في الاهتمام بحاجات كتير قوي، وفي منها حاجات لا تستحق لحظة من الاهتمام، زي مواقف عابرة بتعدي علينا في يومنا وأحداث يومية في غاية التفاهة، في حين إن في حياتنا حاجات مهمة جدا مشغولين عنها ومش مدينها أي اهتمام. ده كمان فينا اللي بيهتم بحاجات كتير قوي وأشخاص كتير قوي ظنا منه إنه بكده هيعيش مرتاح وسعيد، ما يعرفش إنه هو كده بيهلك نفسه، لأنه بيكون شايف إنه من حقه إنه كده يعيش أحسن حياة ويتعامل من اللي حواليه أحسن معاملة. وده بيخليه مجرد ما يحصل أي مشكلة أو يمر بأي موقف مش كويس الشخص ده بيتعب قوي وبيحس بالظلم تجاه نفسه، والحقيقة إن هو اللي حاطط نفسه في الدايرة دي واللي هتفضل تلف بيه ومش هيستفاد منها في الآخر أي حاجة. والحل إننا نتعلم فن اللامبالاة الذكي، نتعلم نركز أفكارنا ونرتب أولوياتنا بناء على قيمنا الشخصية. تعرف إيه هي الحاجات اللي تستحق اهتمامك، إيه هي الحاجات اللي ليها معنى وقيمة في حياتك فعلا. لأن لما يكون عندك حاجة ليها قيمة ومعنى حقيقي في حياتك بتسعى وبتشتغل عليها، ده مش هيخلي عندك لا وقت ولا طاقة إنك تهتم بحاجات ملهاش لازمة. وعلى فكرة الأولويات والحاجات اللي ليها قيمة في حياتنا مش شرط أبدا تبقى أهداف كبيرة أو مشاريع. أولوياتك ممكن تبقى صحتك، ممكن تبقى شغلك، ممكن تبقى أهلك أو دراستك. أولوياتك ممكن تبقى أي حاجة لها تأثير على حياتك، وأي حاجة لها تأثير على حياتك تبقى أولى بوقتك وطاقتك. وبكده يكون انتهى الفصل الأول من كتاب فن اللامبالاة، ونطلع منه بنقطتين مهمين جدا. أول حاجة إن الحياة مش طول الوقت وردية، إننا لازم نتقبل إننا هنمر بأوقات صعبة، ونتقبل فكرة إن يكون عندنا نقص في بعض جوانب حياتنا. تاني حاجة رتب أولوياتك واهتم بالحاجات اللي ليها قيمة ومعنى حقيقي في حياتك. وبس كده، انتظروا الجزء التاني وأتمنى تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.